كنت حابب ادعي كبار مسؤولين الدولة علشان أنعى لهم، وحبيت اني اذكرهم بالتاريخ شوي، انه قائد جيشنا كان وقتها ألماني، وكنت حابب اشرح لهم شلون دفع جيشنا الثمن غالي وانكسر بالأخير رغم مقاومته الكبيرة لأنه كان قائد ألماني. هذا أكبر مثال على أنه الجيش ما بيندار من غرف المقرات. خط الجبهة شيء ومقر القيادة شيء. انهزمنا قدام الروس، وانهزمنا كمان بالبلقان، وبعدها انهزمنا بأغلب المعارك تبع الحرب العالمية الأولى. تركك منطردنا من أوروبا لما قالوا ما بقي في أتراك انبعثوا من شنق قلعة. لولا هذا المكان ما كان صار الكفاح القومي، وما كنا نحن. كان الرجل المريض مات. وهذا ما عملوه القادة يلي بالمقرات، عملوه يلي على الأرض، الجنود البواسل، أبطال الأمة التركية، شهدائنا الأبرار يلي ضحوا بدمهم من شاننا. لما بيكون عند الأمة قائد تمشي وراه تنحل كل مشاكلها. مصطفى كمال أصدر أمره المشهور للعساكر يومه: إني لا أمركم بالهجوم بل آمركم بالموت. واحد من الجنود استشهد رفيقه قدام عيونه، وهو بيعرف إنه راح يستشهد بعد خطوتين، بس عم يمشي وبقلب قوي كتير لأنه قائده أمره بالموت بالمعركة. مو كل قائد الله بيبعث له هيك جنود. الإنسان عنا حتى لو ما كان بيعرف شو بتعني اسطنبول، بيعرف إذا سقطت مدينة اسطنبول بتسقط الأناضول، وإذا سقطت الأناضول راح تصير المنطقة كلها بخطر، وما راح يبقى عند الأتراك قطعة أرض صغيرة يقدروا يعيشوا عليها. خاصة الأتراك راح ينطردوا من أرضهم ويتشردوا بكل أنحاء المنطقة. مشان هيك الأكراد يا مراد والعرب والأرناؤوطية والشركس كلهم زتوا حالهم على الموت لما أمرهم قائدهم إنهم يموتوا، لأنه الروس صرخوا وقالوا اسطنبول رح تكون لإلنا، ولأنه الفرنسيين والإنجليز والطليان كانوا بدهم يمسحوها لاسطنبول على الأرض. واليونانيين قالوا اسطنبول أصلا هي مدينة لإلنا، مشان هيك استشهدوا رجالنا. اليوم مو وقت الموت. أجدادنا هون ماتوا من شاننا، وماتوا 1000 مرة. الوقت هلأ صار وقت الكفاح الجديد، صار وقت نقوم من مطرح ما وقعنا، صار وقت حمل الراية يلي تركناها بلا صاحب، صار وقت ننتقل من الانتصارات يلي تحققت بالهزائم لنحقق النصر الذاتي بإيدينا. صار لازم نخلص من الانسحاق، ونخلص من الانكماش، ونقوم من أول وجديد. نحن أمة كبيرة، وصار الوقت لنرجع ندرك هذا الشيء. هاي هي الأيام يلي وعدنا فيها القدر، ولازم نعطي هاي الأيام حقها. العالم كله بيعرف إنه ما رح يقدر يهزمنا، من شان هيك ما بيبعت جنوده ليهاجمونا، عم بيطالع عساكر من بيناتنا وعم بيقاتلنا فيهم لهدول العساكر. الإنسان ما بده يصدق، بس مو عبس وجود أكبر عدد من العملاء على هي الأرض، لأنه بيعرفوا شو رح يصير فيهم إذا تركونا ناخد راحتنا شوي. انظر إلى هذا الجثع، انظر بعيدا إلى تلك الجبال والصخور، ولولا هذه الأحمال لما انحنت الرؤوس. الذرى تمتد غاية في النظافة. كم شمسا تغيب يا رب من أجل هذا الهلال. أيها الجنود الذين سقطوا على الأرض من أجل الأرض، لو انحنت السماء على أجدادكم وقبلتهم فهم يستحقون. ما أكبركم لأنكم أنقذتم الأرض. لم يكن هناك بهذه الشجاعة سوى الأسود.
من ستتسع المقابر التي تضيق بكم؟ لو قلت إني سأدفنكم في التاريخ فلن يتسع. لن تكفيكم كتابة ألوف الكتب عنكم. لا يمكن إلا للخلود أن يستوعبكم. قلت هذه صخوري ونصبتها شاهدة لقبركم. لو تسمع وحي روحي وتنقله إلى الصخر، ثم لو أجعل قبة السماء رداء وأجعلها لحدا داميا للأجرام كلها، لو أنزل غيوما بنفسجية سقفا على تربتك، لو مددت يدك يا شهيد إلى الثريا ذات القناديل السبعة من هناك، لو أجلب البدر ليركع إلى جانبك وأنت مدرج بدمك تحت تلك الثريا كما التربة دارك، لو أجعلك تنتظر الخلود فيها، لو أنير الثريا بفجر النهار الجديد، ولو أهز المساء بخيوط المغرب الأحمر. رغم هذا لا أستطيع قول إنني فعلت شيئا لذكراك. أنت يا من كسرت آخر صولات أهل الصليب، يا درة سلاطين الشرق، أنت يا صلاح الدين. أنا هائم بك مثل الخادم الفقير. أنت الذي عندما حاصر الفشل الإسلام وخنقه استطعت أن تكسر هذا الطوق الحديدي الذي أفشلنا، كأن الأجرام تسير مع روحك وتحارب معك. إذا دفنت بالإعصار ستفيض أنهارا. هيهات، لا تأتيك هذه الآفاق، لا تأخذك هذه الجهات. أيها الشهيد ابن الشهيد، لا تطلب مني قبرا، فالنبي فتح لك يديه وهو ينتظر.